اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء ويوم السوء وليلة السوء وصديق السوء وجار السوء، وأعوذ بك من ذي الوجهين وذي اللسانين، وأعوذ بك من إبليس، وأعوذ بك من ساعة الغفلة. ربنا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم إني حصنت نفسي وأهل بيتي جميعا بالحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. أستغفرك ربي من كل الذنوب والخطايا وأتوب إليك. ربي لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا ولا تحرمني ممن تعلقت به الروح، واحفظ لي عائلتي وأحبتي ومن أراد الخير لي ومن أردت الحب والخير له. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، وده سعادة الدنيا وتستفادوا منه كده بطاقة إيجابية، ودعوة حلوة كده من قلوبكم يا خراشي، دعوة حلوة كده من قلوبكم لينا بصلاح الحال. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا، اللهم امين. كمان قبل ما نخش كده على الفيديو حبايب قلبي، ما تنسوش بقى تعملوا ما تنسوش تعملوا لايك. لا كده مش هينفع بقى. بس بقى بس، ايه انت عايز ايه؟ ايه 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 انت؟ خلاص خلاص يا اللي من الشفري انت. قبل ما نخش على الفيديو يا حبايبي، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان يرفع من مستوى الفيديو، وانا مش عارفه اسجل اصلا الفيديو، مش عارفه اسجل خالص اقسم بالله، والله الواد ممرمطني. ما تنام بقى، الساعه انتوا عارفين الساعه كام؟ الساعه داخله على 2 وهو مش راضي ينام برضه، هو مش راضي ينام مش راضي ينام. بصوا اخته خدته بقى بره، سرسبته كده بره، يا رب بس اعرف اسجل منه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. عايزه اقول لكم بامر الله بامر الله كده الفيديو النهارده ان شاء الله باذن الله يعجبكم. بصوا بقى، عايزه اقول لكم انا كنت شايله كده شكاره رز من كرسي السفره اللي هو حطيته في ظهر باب الاوضه عندي. اولا بص، انا مش عايزه افضيه لسببين. السبب الاولاني، رحيم عرف مكان ضرفه المطبخ فبيفتحها بسم الله ما شاء الله، ويعني ممكن يروح زق العلبه وموقع الرز مبهدل الدنيا، فما بقتش افضيها. بصوا بقى، حكايه الرز دي اقسم بالله سبحان الله، يعني عايزه اقول لكم هي كانت عامله 385 ساعه ما جبتها، هي كانت اغلى من كده ب420، وكانت عامله ساعتها نزلت يعني شويه بقت ب385 جبتها. عايزه اقول لكم انا اشتريتها سبحان الله، يعني اشتريتها من هنا كان بالليل، رجعت تاني بقت ب430 و420 وانتوا طالعين، فبقيت اقول الحمد لله يا رب، يعني ربنا عالم. مش مبلغ كبير بس برضه يعني. فالمهم يعني جبتها بقى كده، وانا معملتش منها كتير بصراحه، يعني لسه خدت منها اقوله زي مثلا بتاع كيلو كده. طبعا على قد ما بقدر برضو بحاول احافظ واعمل نص الشعريه، يعني نص الكميه رز ونص التاني شعريه، بحيث ان انا اوفر شويه في الرز، يعني فاهميني؟ الشعريه بتوفر برضو من الحاجات اللي هي يعني مثلا هي طبعا ارخص من الرز شويه يعني، بس هي مش ارخص بكتير والله ولا حاجه. انا بقولك ارخص ده دلوقتي كيلو المكرونه ب17 جنيه،
قصدي الرز ب17 جنيه والمكرونة بقت ب17 وب18 جنيه، تصدقوا؟ ده أنا مش واخدة بالي من الحتة دي. لا لا لا، ده الاتنين سعر واحد بس اهو. يلا، الله المستعان. عارفين والله احنا في ايام بجد يا جماعة بقت صعبة قوي، فربنا يعدينا منها على خير يعني. عايزة اقولكوا فعلا يعني، مش عارفة اقول ايه، بس يعني الحمد لله الناس ما بقتش ماشية زي الاول خالص خالص، البيوت بحالها ما بقتش ماشية زي الاول. ربنا يسترها علينا من الايام ديت. ويعني انا مش عارفة بصراحة الدنيا واخدانا ورايحة على فين تاني، او ايه اللي هيرسى في البلد، ايه اللي هيرسى في الاسعار اللي عمالة بتزيد دي. يعني بجد الناس يعني يئست في يأس، عارفين يعني إيه في يأس. هو ربنا معانا وكل حاجة، بس ربنا يرحمنا بقى من الغلاء اللي احنا فيه ده. الله المستعان يا رب. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا كراسي السفرة دي لما يوم ما باجي انضفها كده تنظيفة عميقة، بصراحة اللي بيطلع عيني الكراسي بتاعتها. اولا التجويفة بتاعتها من جوه بتبقى معبية بقى تسخات وترابة واي حاجة بقى تتخيلها رفيعة وكده. فسبحان الله عندي كده أداة كده في المكنسة، بشفط بيها ببوس كده، بشفط بيها التجويفة بتاعتها، اللي هي المقعد يعني التجويفة بتاعتها دي. وبروح مركبة الأداة التانية دي للمسامير، مطرح المسامير اللي هي جوفة لجوه دي، عشان بيبقى فيها ترابة كتير قوي. وطبعا السفرة بتقعد يعني مثلا بتحوش ترابة، يعني فاهمني. ممكن الواحد يقعد مثلا قد زي مثلا يعني أسبوع 10 أيام ما يجيش شمة الكراسي، فتلاقي على طول عبة ترابة. وانا عايزة اصلا اقول لكم شقتي دي اكتر شقة، اجدع شقة بيخشها تراب بطريقة غير عادية. يعني على طول على طول بلاقي الترابة والعفارة تبقى على طول فيها. فاللهم الله المستعان، يعني كل يوم باحاول كده، طبعًا مش باقول يعني مش كل يوم متواصل يعني، عشان برضه إيه ما نفتيش أوي يعني. كل ما باجي كده أروّق والّا حاجة، أشوف حاجة مترابة قدّامي أو أفتكرها، أروح بقى ماسكة كده زي ما أنتم شايفين أي حتة خلقة في إيدي، وأقعد بقى ماشية إيه ألِف كده لفة على البيت. أنت جيت لي تاني ليه؟ حاسبة إيدك تتعور يا منى من الstand حشيه. شوف جالي تاني الأوضة، لازمًا يخش لي الأوضة. عايزة أقول لكم منى دي أمه التانية والله مرمطة هي كمان. الله المستعان. فزي ما انتم شايفين كده بقى بمسك بقى اي حاجه وافضل الف كده لفه ايه حوالين الشقه شمال ويمين. فمش عارفه بقى يعني، حتى كمان احنا في الشتاء ويعني ببقى قافله الشبابيك على طول برضو، هي موضوع الترابه دي. هنا بصوا كنت بوريكم بقى اللوتر، عايزه اقول لكم غلبني غلبه ما يعلم بها الا الله. على طول بصوا يا جماعه على طول كده، وبالذات بقى بص اللي يغيظ اول ما اشحنه يروح فاصل على طول. يعني هم فاصلينه كده من امبارح، وهو على كده مفصول، ياخد له في وشه زي 3 4 ايام كمان، ممكن ياخد اسبوع عادي جدا. ده اللي بيحصل على طول. زي ما انتم شايفين التليفون مفيهوش حرارة، الحرارة يعني منتهية منه اهو. فمش عارفة اعمل ايه والله. الواحد يعني الحاجة يا ريتنا بس في غلاءه، بس لا غلاءه ونحرة قلبه وحاجات كتير قوي قوي. الله المستعان حبايبي. كده خلاص انا طبعا خلصت السفرة بقى وشلت الحاجة الحمد لله وكل حاجة بقى، ويعني نفضت واخدتها كده بالتدريج اول باول. اللي هو مثلا نفضت الركن الاول وكفيت الكراسي، بعد كده هبيت الحيطة، بعد كده نفضت البيبان زي ما انتم شايفين، وطوقت كل حاجة بخلقة بالفوطة كده اللي فيها مية. وبعد كده اخر حاجة خالص طبعا هخليها ايه هي المسيح. عايزة اقول لكم اللهم صل على الحبيب المصطفى، يعني انا بعمل كده وبسأل على نفسي كل يوم حاجة. بصراحة مش بتعب كله في يوم واحد، ولكن برضو شايتي يعني فاهمين اللي هي بتتعمل، بس يعني مش مكربسة على بعضها. اهم حاجة ان انا بدي نفسي هدنة وما بتعبش نفسي خالص. إيه من ضمن الحاجات اللي نفسي اعملها، نفسي ما احطش سجادة او حافظة تحت الركن تحت اللهم صل على تحت السفرة. بس بصراحة مش عارفة يعني احنا اتعودنا على كده ان نبقى مغطين بلاط الشقة كله. طبعا الناس كلها تبقى ضد دلوقتي، بالذات اللي يعني اخواتنا في الدول العرب او العراق او الحاجات اللي زي كده، البلاد يعني اللي زي كده، كلهم بيرجحوا ان نسيب الشقة على البلاط. مش عارفة احنا عندنا هنا في مصر اي بيت مصري اصيل هتلاقوا فيه نفس الحكاية كده. مش كله بصراحة يعني، عشان ايه الله اعلم يعني بحال الغير. في ناس زي حالاتي كده بتحبش تشوف البلاط، يعني تبقى حابة فرشة البلاط كله. وفي ناس بتبقى برضو ايه
ما بتحبش اصلا تفرش حاجة خالص الا حاجات يعني بسيطة. بصوا رحيم، انا عايزة اسجل بصوت واطي، ودخل عليا الأوضة ومضلمة الأوضة على نفسي عشان يسكت، او جاي بيلعب في المكنسة. هو مش عارفة اعمل فيه الواد ده في الوقت اللي انا كنت بصور فيه، يعني بعمل فيه روتين، كان ربنا هديه وقاعد مع اخته ساكت. فقال يعني قال بقى لعقله لا، هو انا ازاي عدت مني كده، ازاي صورت فيديو وعديت وانا كده من تحت ايدي، لا انا لازم اتهقى بقى في تسجيل الصوت. عايزه اقول لكم بيعمل مهازل بره يعني، سامعين صوته؟ ربنا يهديه يا رب. بصوا بقى يا حبايب قلبي، كنت عايزه اقول لكم حاجه من خلال الفيديو اللي فات. الناس اللي قاعده تقول لي يا هاجر شيل النجوم، يا هاجر شيل النجوم بصوا النجوم دي انا كنت لازقاها ورق فوم، اللي هو الجليتر الفوم اللي هو اللي بيلزق. فعايزه اقول لكم اصلا يعني صعب ان حد يطلع يشيلها بصراحه. انا عن نفسي مش مستوعبه ان انا يعني هعرف اشيلها، لان قبل كده محمد كان شال يعني حته منها على الحيطه، كنت ملزقه منه على الحيطه. وعايزه اقول لكم هو شال دهان الحيطه معاه، انتوا متخيلين المنظر؟ فمش عارفه بقى اللي في السقف ده هيرسي عليا، او مثلا لو حبيت اشيله هل في حد؟ يا خراش رحيم بص مش ساكت خالص. المهم اللهم صل على بالنسبه للسقف يعني، انا مش عارفه هل في حد يبقى ليه طولة بال ان هو يشيل كل الحاجات دي ولا لا. وكان انا عندي طولة بال ان انا بصراحه اركبهم. عايزه اقول لكم انا مركباها من قبل ما افتح القناه بسنين على فكره يعني، من زمان قوي وانا ملزقه الفوم دوت في السقف بقالي كتير جدا. هو في اوضه الركنه وفي الصاله بس، والحمد لله كنت بفكر ساعتها اعمله في اوضه النوم، والحمد لله يعني ربنا نزل عليا الكسل ساعتها وما عملتوش. فعايزه اقول كنت يعني كانت هتبقى البلوه بلوتين، بس الحمد لله. والله بص انا هحاول وربنا يعيني بقى، يعني زي ما اداني طولة البال كده ان انا الزقه ان شاء الله، يعني هحاول اشيله. بس هقول لكم على حاجه، هو التلزيق بتاعه كان بالنسبه لي سهل، لاني كنت يعني عارفين انتوا الماسوره بتاعه الستاره، كنت بقشر كده النجمه واروح كافيه على وشها على الماسوره، واروح مطلعه واروح لطعه في الحيط على طول، لازقه في الحيط. فضلت 3 ايام بلياليهم كده. كنت اجي من المحل بعد ما اقفل محلي، كنت اجي بقى اقعد الزق بقى، ويطلع عليا النهار واقعد الزق. اقول مالكوا، مش عارفه كان مخي فين، بس الله المستعان يعني. كان حاجه يعني من ضمن التفاهه بتاعتي بقى، والحاجات اللي هي زي بتاعت الاطفال، فالحاجات دي كانت بتفرحني يعني. فالله المستعان يعني. لزقت بقى الصاله ولزقت اوضه الركنه، وكنت ساعتها وصلت القمه، يعني عايزه اقول لكم كنت وصلت القمه بعدها بمراحل. انا هنا حبايبي الحمد لله خلصت الصلاه كمان، ودخلت بقى على المطبخ. لا هو رحيم مش راضي يسكت، ثواني بقى اشوف ايه الموضوع وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا بقى زي ما قلت لكم انا دخلت المطبخ وقررت ان انا اعمل لهم سندوتشات بطاطس سوري. تمام تمام لحد هنا احنا كويسين وحلوين. زي ما انتم شايفين كنت بعمل بقى التوميه، يعني كنت بجهزها وكده، وطلعت البطاطس. وعايزه اقول لكم بقى يعني بسم الله ما شاء الله عليا، قشرتها وكل حاجه. وعايزه اقول لكم ما تعرفوش منين وازاي وفين انا غيرت مسار الاكل خالص. هتقولي ازاي يا بنتي ما انت عماله جاهزه؟ اقول لكم مش عارفه، سبحان الله سبحان الله يعني، فعلا لكل شيء نصيب. ويعني سبحانك يا رب، دي يعني انا بقعد استعجب لها. يعني انا شوفوا جهزت النشا وقشرت في البطاطس، ويعني عملت كل حاجة، وربنا ألهمني بقى عندي تقشير التوم بقى. عندي تقشير التوم خلاص انا كده قررت كده ونويت والنية لله خلاص ان انا اغير الاكل. عملت انا بقى ساعتها هنا، رحت معلقة على حلة مية، واللهم صل على الحبيب المصطفى، سلقت بقى مكرونة من الجديدة ديت، اللي هي اختي كانت جابت لي، هي اللي كانت اختي جايباها لي، كانت مكرونة كده صغيرة كده، وبتقول لي عليها اسمها الدودة يعني. انا اول مرة استعملها، وسلقت منها كده قلت اجربها يعني. بس هي طلعت حلوة، عجنتها الحمد لله حلوة، وشكلها يعني هي مقبول حلو. فالمهم بقى هنا خلاص بقى انا لغيت الفكرة ساعتها، وقشرت توم كده بزيادة. عايزة لكم بصوا النشا بتاع التومية اصلا استوى، بس انا ما كملتش ليه عمايل يعني، اللي هو غطيت الكزرولة دي وحطيتها في التلاجة،
واللهم صل على النبي هعملها معاكم برضو، يعني انا ايه مكمله اعملها معاكم. انا مش هعمل فيها حاجه غير ان أنا احط لها ملح وفلفل اسمر وفصين الثوم وربع او نص كوبايه زيت، كل ده في الكبه واشغل عليه، ويبقى كده التوميه معايا جاهزه. طبعا في ناس بتحط لها بيضه، انا بصراحه يعني ساعات احطها لها وساعات لا ما احبهاش يعني. فاللهم صل على النبي، دي بالنسبه للتوميه. هو زي ما قلت لك كده كوبايتين ميه على مثلا نص كوبايه نشا او معلقتين او 3 معالق كبار نشا، تسيبوهم على النار كده يتقلبوا زي ما انتم شايفين، وتسيبوهم يبردوا. وبعد كده تروح عامله عليهم فصين الثوم وملحك وفلفلك، وخلاص على كده والزيت. هنا بقى طبعا غيرت مسار الأكلة، قلت خلاص أنا كان عندي كده ربع لحمة اعمله، اللهم صل على النبي، قلت اعمله سجق بقى اسكندراني. وطبعا الناس اللي هتختلف عليا، هو احنا كده، انا عن نفسي والدتي زمان كانت بتعمل اللحمه المفرومه بالشكل ده، وكانت تقول ده بديل السجق الاسكندراني، فاحنا كنا بنقول سجق اسكندراني على طول. فقلت بقى اسلق كده شويه، اللهم صل على النبي، اسلق شويه مكرونه واعمل جنبهم شويه السجق دول. فيعني بسيب المكرونه بيضه، المسلوقه دي بسيبها بيضه، واللي بيجي مثلا يغرف بيروح واخد بقى مكرونه على شويه سجق كده فوق منهم، وهي دي بقى كان يعني ايه عشانه. قلت سرعت بصراحه، قلت لسه السندوتشات بالها طويل، هقعد اقلب بطاطس واقعد اقطع في خيار مخلل، وبعد ما الف السندوتشات وافك العيش كمان. لا، وبعد ده كله هفضل بقى ايه الف سندوتشات واشوف بقى الجريل، واقعد مثلا اشوحه بقى، اشوح العيش على الجريل زي ما انتوا عارفين. فقلت لا، وعلى ايه يا بنتي انتي تعبانه وطالع عينك، اقلبي بالقوي واعملي اكله سريعه كده وتبقى جاهزه على طول وراعي دماغك. والاكله التانية دي ناجلها بقى ايه لاي وقت تاني، كده كده التوميه يعني امرها سهل، تفضل في التلاجة او في الفريزر، يعني مش بيجرالها اي حاجه خالص. وبس على كده. وقضيت بقى اليوم زي ما انتوا شايفين كده اهوت. كنت عايزه اقول لكم انا يعني في اليوم ده كان بالي مرتاح راحه، ان الشقه كده خلاص خلصت الحمد لله، عملتها حاجه في حاجه، وكل حاجه الحمد لله خلصت. والواحد يبقى ايه قاعد كده رايق بقى، يشوف بقى حاجات تانية، اقتراحة جديدة. نفسي كده اقف في المطبخ بصراحة كده واعمل شوية معجنات حلوة، مش هي اللي واقفة واللعب كده في العجين واشكل والحاجات دي كلها. فان شاء الله وباذن الله عايزه اقول لكم حاول كده كل فيديو كده نعمل حاجه مع بعض. ونفسي رايحه للقرص قوي بصراحه، قال يعني نفسي وقال يعني انا هاكل قوي منها، واخدين بالكم. بالنسبه يا جماعه للخياطه، معلش ده اللي انا قصيته المنه، انا والله لحد دلوقتي ما قفلتوش. وانا وعدتكم قلت لكم ان شاء الله باذن الله باذن واحد احد انا هقفله معاكم، يعني انا مش ان انا ايه يعني مثلا اقول لكم كده وتلاقوني مفصله، لا. كمان في حته قماشه تانية كده حلوه المنه، هعملها لها ترنج يا قطيفه، هعملها لها ترنج بقى بديكور حلو كده، وان شاء الله شغل حلو هيعجبكم بامر الله. قريب قوي اعمله لكم، يعني ممكن تشوفوه مثلا الفيديو الجاي، او مثلا الفيديو الجاي الاقي اللي وراه كده يعني، على حسب تسهيل ربنا. هنا خلاص كنت سلقت المكرونه وخلاص خلصت. وكمان السجق بقى في المرحله الاخيره كده بحط له فصين الثوم المهروسين وشويه كده من الخل، وبيبقى عايزه اقول لكم طعمه تحفه. يا سلام بقى كده ومشطشط بقى وحرق، يعني حاجه تانية بقى. وبس كده حبايب قلبي، كده كان اليوم بتاعنا معاكم النهارده. الفيديو خلص، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوف وشكم ان شاء الله بقى على خير. واسيبكم مع الشاي اللي انا حطيته في الغسالة ده اهو، عشان كان مغلبني اخر غلبة في قلب اللهم صل على النبي، في قلب المطبخ. فاسلم حل اعمله معاه ان انا احطه في الغسالة الحاطة دي. سلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد.